ازيكم؟ اهلا، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. بصوا بقى، انا بعد فتره غياب طويله جدا جيت لكم باحلى حاجه ممكن تتعمل في الدنيا دي. بقى اللي انا بعمله ده بياكل عن اي اكل تاني. ما الفراخ واللحمه والسمك والكلام ده حلوين، بس لما بتكتري منهم بتزهقي. انا جبت صينيه. طبعا الاكله اللي انا بعملها دي بجد بجد من الاكلات الحلوه قوي، اكلات شعبيه جميله خفيفه. هي بتتقلي فيها الحاجه بس. طبعا عرفتوها دلوقتي. هعمل صينيه مسقعه. بصوا انتي لما تعمليه كده ما تخليهوش ياخد منك لون، علشان ممكن يمرر الاكل. لا مش ممكن، ده اكيد يعني. فانا زي ما بقولك كده هنديله لون بس يتحمر، وبعد كده احط عليه الطماطم وهتبقى حلوه خالص. وهنبتدي نعمل مسقعه. انا ما عملتهاش في حله، انا عملتها في صينيه. بعد كده مسكت الطماطم زي ما احنا شايفين. انا بعمل لها بصراحه الطماطم كتير علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر تبقى الصوص بتاعها اكتر من المسقعه نفسها. تمام. ونبتدي بقى نتكلم بقى في مواضيع مهمه جدا حاصله في اليوتيوب. انا بقالي كتير قوي مش بشتغل، وبقالي كتير قوي مش بعمل فيديوهات، بس المره دي انا قلت لازم اطلع عليكم بحاجه حلوه وحاجه. بجد وحشتوني ووحشني الشغل في اليوتيوب ووحشني كل حاجه. هسيبها تتسبك بس مش بنسبكها قوي. بتاعه المسقعه مش بتتسبك قوي، فخليكي معايا كده ونشوف مع بعض واحده واحده. هسيبها تتسبك شويه وبعد كده نرجع نقلي البتنجان مع بعض ونشوف هنعمل. ده البتنجان زي ما انتوا شايفين، وانا مقطعاه كده ومقطعاه كده. تمام. انا عايزه اتكلم بقى في موضوع مهم جدا حاصل في اليوتيوب اليومين دول، وحاصل في التيك توك، وحاصل في حاجات كتيره قوي. بجد البلد بقت، الناس بقت غريبه، والناس بقت تتكلم في حاجات غريبه، والناس بقت بتعمل حاجات غريبه عشان الفلوس. انا مستغربه. الناس كلها بتحب الفلوس، انا ما انكرتش ده. عفوا. انا ما انكرتش ان الناس بتحب الفلوس جدا جدا، وعندها الفلوس دي مصدر رئيسي للسعادة ومصدر رئيسي للحاجات كتير قوي. لكن بالعقل يا جماعة، بالعقل. يعني ان انتي تعملي شو كبير قوي عشان خاطر تاخدي فلوس، وتعملي وتنزلي من نفسك ومن كرامتك ومن ولادك ومن كرامة جوزك ومن كرامة ولادك، اللي ممكن الناس تشوفهم كتير في المدرسة، ممكن الناس تشوفهم في الشارع فيتهزقوا. المشكلة بقى ان في الناس كلها بتساعد الناس دي على انها تعمل كده، مبسوطين ويقعدوا يشجعوهم ويقعدوا يقولوا لهم اعملوا لنا تاني. الكلام ده حمدي ووفاء كانوا يعني بادين حلو قوي، وابتدوا يطلعوا واحده واحده، وكلنا كنا بنشجعهم. وفي ناس كتيره قوي كانت مش بتحبهم وبتنتقدهم، بس فجت في وقت من الاوقات هم بقوا حاجه كبيره قوي في البلد، وابتدى يبقى معاهم فلوس، وكان دخلهم حلو قوي من اليوتيوب. وبعد كده ابتدى يهملوا اليوتيوب خالص بعد ما سابوا البلد ودخلوا على التيك توك. ليه تقلل من كرامتك ومن كرامه مراتك وتقعد تعمل جولات على التيك توك، وتخلي عيالك يرقصوا، وتخلي مراتك مصدرها دايما للكاميرا على طول، وهي اللي دايما التصوير، ومخلي التصوير دايما عليها، ومخلي دايما التصوير في وشها هي طول. يعني اليوم في 24 ساعة، هما ال 24 ساعة قاعدين على التيك توك، بيخشوا جولات وبيخشوا عارضين حياتهم الشخصية. كانوا عارضينها على اليوتيوب لكن بطريقة محترمة، بتعرض يومها، بتعرض حصل لهم ايه، كانوا بياكلوا في الاول عشان ينتشروا على الناس. لكن ما تجوش بقى فجأة كده وتنزلوا من كرامتكم وتنزلوا من كرامة ولادكم وتعملوا التيك توك كده بالمنظر دوت، واهانة جامدة. كل ده عشان الفلوس، عشان الاسد والحوت والكلام الفاضي ده. ايه ده؟ فلوس زي اكتر من اليوتيوب، بس لكن يعني باحترام، ضميرك يكون مرتاح شوية. لكن عيب قوي، نزلت من نظري جدا جدا ومن نظر ناس كتير قوي. ده حمدي ووفاء. تمام. نيجي بقى لأم جنى. أم جنى
ست بسيطة وست كويسة وست مكافحة، واللي يعرفها في الأول خالص دي الست دي كانت بتلف على الناس كلها علشان يعني تشوف مشاهدات كتيرة وتزود قناتها شقيت وتعبت ولفت كتير قوي وعملت حاجات كتير قوي عشان تعمل كده. لكن ما تجيش بقى في الاخر وتهبلي، يعني ما تجيش في الاخر وتعملي مشاكل كتيره كده، بتهيني ولادك، بتطلعيهم قدام الناس بياكلوا وانتي بتعملي نفسك انتي بتكدبي كدب كبير على فكره. بتخلي ان الناس على فكره بتاخدي قدوه ليها، يعني ان انتي تيجي بتعملي نفسك ان انتي بتاكلي كتير قوي علشان الناس تفتح الفيديو والناس تتفرج على الست المعفنه اللي بتاكل بطريقه وحشه، لكن انتي في الاخر مش بتاكلي، انتي بتضحكي على الناس. انا بقولك اهو، انتي بتضحكي على الناس، بتعملي نفسك بتاكلي، لكن انتي مستحيل تضيعي فلوس تمن عمليه التكميم عشان خاطر تاكلي تاني وتتخني تاني والكلام ده مستحيل. انتي دافعه حاجه و30,000 علشان تعملي عمليه تكميم، مستحيل هتضيعيها. انتي ست بتحبي القرش جدا، وعشان تعبتي فيه عارفه ان هو غالي قوي، فعشان كده انتي مش هتخليكي يروح على الفاضي. بالعكس انتي ست لئيمه جدا وست سوسه وبتضحكي على الناس قوي. انا كنت بعزك واقول دي ست بلد يعني بنت بلد وصاحبه صاحبتها والكلام ده، لكن لا انتي بتضحكي على الناس واخداكي قدوه، لكن انتي بتضحكي على الناس. والناس تقول لك ما تتخسيش ليه، ومجرد تقول لها اصل انا باكل كتير. انتي مش بتاكلي كتير، انتي مش بتاكلي كتير، انتي كل اللي بتعمليه ان انتي بتعملي ان انتي بتاكلي، لكن ما بتاكليش. كل اللي بتعمليه بتحطي المعلقه على بقك وتصوري نفسك وتعمليها صوره مصغره، لكن في الحقيقه مستحيل تكوني بتاكلي. بتشيليها تاني وبتاكلي ولادك اللي حواليكي، بتاكلي انتي، تعملي نفسك بتاكلي لقمتين وخلاص، بدليل ان انتي كنتي عامله سبانخ قبل كده ورز، لا حطيتي لنفسك سبانخ ولا رز، وكلتي ايه؟ كلتي بيض وكلتي حته لحمه، بتاكلي البروتين الحاجه المهمه يعني. فيكون عندك مصداقيه، يعني انا بحب الناس تكون عندها مصداقيه في اللي بتعمله، فبلاش تضحكي على الناس. وبرده لو ما كفاكيش فلوس اليوتيوب، رحتي دخلتي على التيك توك برده وتدخلي جولات مع رجاله وتدخلي جولات، ايه ده؟ ايه الطريقه والاسلوب ده؟ من امتى احنا اخلاقنا وتربيتنا يعني بتحصل كده؟ ده بالنسبه لام جنى. نيجي بقى لام مصطفى. ام مصطفى دي حدوته كبيره قوي قوي قوي، وان شاء الله هنعمل سلسله حلقات عنها. الست دي انا متابعاها تمام، وكنت بحبها جدا، بس هي من ساعه ما طلعت وهي بتعمل حوارات كتير قوي، حوارات كتير قوي قوي، حواراتها كترت. يعني انا مريضه، انا تعبانه، انا باخد علاج بقد كده، وفي ناس مصدقاها يا عيني قوي. الناس بقى اللي بره مصر مصدقاها قوي وبتصعب عليهم جدا، والناس كريمه وخيره. قالت لك تقعد بقى على اللايف. الاول كانت بتعمل فيديوهات وبتطلع تاكل قدام الكاميرا، وقلت مش مشكله، اهي الناس كلها بتعمل كده علشان تحسن دخلها، قلت مش مشكله. لكن ان انتي تسيبي ده كله وطبعا تبطلي ان انتي تعملي الفيديوهات ايه؟ انتي هتصرفي وتعملي اكل وتاكلي قدام الكاميرا وبفلوس؟ لا طبعا، ضربتها وعملتها بذكاء. عملت ايه بقى؟ راحت قفلت القناه بتاعه الاكل، وخلتها في القناه التانية اللي هي مملكه فوفا، وخليتها بقى تقعد تاكل قدام الكاميرا. ما بتاكلش بقى قدام الكاميرا، بتفتح لايفات. قالت لك ضربت معايا، ضربت ما ضربتش، كده كده القناه ايه؟ القناه بايظه. فهي بقى ابتدت تعمل اللايفات دي بقى ايه؟ تعمل ايه؟ تقعد بقى تشحت. هو ما اسمهاش تاني غير انها شحيته. انتي بتقعدي قدام اللايف تشحتي. انا جوزي مبهدلني. مره عملت فيلم ان هي جوزها مطلقها، وهي جوزها مطلقهاش اصلا، كان معاها. كل ده عشان الفلوس بتاعت اليوتيوب، عشان تصعب على الناس انها تديها فلوس، وتطلع بقى بخمار لونه معفن ولونه وسخ وتقول لك انا ما عنديش، اصل انا ما عنديش، اصل انا بقالي كتير ما جبتش. يا ستي اتقي ربنا، اتقي ربنا في اللي انت بتعمليه، يعني انت مش فاهماكي بصراحه. وطبعا الناس اللي بتصدق، ناس كتيره بتصعب عليها، فتخش بقى تبعت لها ملصقات، تغرقها ملصقات بقى لغايه لما عشان تقبض، وتجيب لاستاذ هاني الاكل والشرب، وتجيب لمصطفى اللي قاعد جنبها دوت اللي مش عايزه تشغله اكل وشرب وحاجات على الجاهز. انا مش عايزه منك كده. يعني انتي كنتي حد طالع كويس وبتعملي حاجات حلوه، ليه خرفتي الدنيا كده؟ وبرده دخلت على التيك توك بقى، ده لقيت غاده ام الرجاله ضربت بتاعه السندوتشات الكبده،
قالت لك ما بقاش زيها ليه؟ وبرده في الاخر ربنا يديكي على قد نيتك، وان شاء الله هعمل لكم حلقات جديده. لو عجبك الفيديو دوسي لايك، اشتراك، وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ونتكلم على مشكله جديده حاصله في مصر. باي باي. الناس بقى لقيت غدا ام رجاله من بعد ما كانت مش لاقيه تاكل، دلوقتي بقى معاها فيلا في التجمع، بقى معاها عربيه، بقى معاها مش عارفه ايه، كل ده من سندوتشات الكبده. ما تعرفش انه هيجيلها وجع الدماغ منه. لا، عملت نفسها ايه بتعمل وبتساعد الناس يا عين الغلابه اللي بتوزع لهم وجبات، لكن هي اصلا عايزه فلوس. هي عايزه حد يديها فلوس وخلاص، خدت على انها تاخد فلوس على الجاهز. هي تقول لك انا ما بعرفش اشتغل. ما تعرفيش تشتغلي ايه؟ ده الواحد في اخر نفس في الدنيا وبينزل وبيعافر وبيشتغل، لكن انتي عايزه الفلوس على الجاهز. ما هي فلوس التيك توك كتيره، لكن فلوس تشتغلي بيها قليله، مش هتنفعك. فانتي قلتي ايه؟ اعمل زيها يمكن تضرب معايا واتنقل بقى في فيلا. جت على حظك راحت غدا ام الرجاله من كتر حسدك فيها اتحبست. علشان بتعمل ايه؟ علشان بتعمل خير من غير ما تاخد اذن الحكومه. رحت انتي بعينك الصفرة دي رحتي حبستيها. رحت انتي خفتي قلتي لا انا يا جماعه مش بعمل وجبات، انا يا جماعه بعمل ايه؟ انا ما بعملش حاجه، كل اللي انا بعمله ان انا بعمل اكل بيتي وببيعه. هو انا بعمل وجبات؟ يا ولية عيب عليكي يا ستي، عيب عليكي الكذب اللي بتكذبيه ده. لقيتي الموضوع مطرقع قلتي اجربه، فلما جربتيه قالت لك انا ما بقاليش 7 ايام في الموضوع، ولقيت لك لا الدنيا هتبقى لبش، رحت سبته. تقول لك انا ايه صحتي على قدي ومش قادره والكحه مبهدلاني، وهي طول النهار بتعمل اكل وبتعمل شرب في بيتها ومستحيل يعني، وشقتها كلها نظيفه. مين اللي بقى اللي بيعملك في شقتك الكلام ده؟ عيب الكذب. ولما تدعي المرض ربنا بيجيبهولك. انا ما بقولش ان انت بتقولي كل شويه مريضه مريضه، انت فعلا مريضه، بس بتدعي برضو المرض. يعني تبقي كويسه وتقولي لا انا تعبانه، يا ستي قولي الحمد لله على اللي انا فيه.